السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده. اسمي علاء محمد ويلا نبدا. في مفاجاه كبيره وبلغت الكوره كلها ملعب وجونين، باريس سان جيرمان بيعمل ريمونتادا وبيكسب برشلونه 4-1 على ارضه ووسط جمهوره، وبيصعد للدور قبل النهائي علشان يرد الريمونتادا اللي اتعملت عليه قبل كده من برشلونه. الماتش كان ماشي كويس لبرشلونه وكان متقدم في الدقيقه 12، ولكن طرد اراوخو وبعد منها اتبدل الحال. اي نعم باريس كانت ماسكه كوره، بس الطرد ده فرق جدا معاهم. قدم برشلونه في الدقيقه 12 عن طريق رافينيا، ثم تعادل باريس في الدقيقه 40 عن طريق ديمبلي، ثم تقدم باريس بالهدف الثاني في الدقيقه 54 عن طريق فيتينيا، ثم في الدقيقه 61 امبابي بيحرز الهدف الثالث من ضربه جزاء، ومبابي مره اخرى بيقتل المباراه بالهدف الرابع علشان يصعد باريس للدور قبل النهائي. على الصعيد الاخر بروسيا دورتموند بيعمل ريمونتادا هو كمان وبيفوز على اتلتيكو مدريد باربع اهداف مقابل هدفين، وبكده باريس ودورتموند هيواجهوا بعض في الدور قبل النهائي.